الشافي إذا شعبها أراد الحياة، وقال حشاد أحبك يا شعب، وقلت ألم ناكل من خيرها ونشرب ماءها، ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها، ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها، ألم نرى جمال نخلها، ألم نلعب صغارا في أنهجها، ألم نجلس يوما على مقاعد مدارسها ننتظر طابور خبزها، شربنا يوما من لبنها، ألم نبكي يوما لفرحها أو حزنها، ألم نمرض لألمها، ألم نفتخر يوما بامرأتها وثورتها، ألم نراهن يوما على شبيبتها، غضبنا منها يوما وآلمتنا يوما، وقد نصل لشتمها يوما، ولكن أحبها وتحبها ونحبها كل يوم. يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، وطن واحد بعلم واحد لتاريخ واحد بمصير واحد. شكون منا ينكر زين وشبوبية عناصر منتخبنا التونسي اللي أسر قلوب المصريات، خصوصا بعد انتشار الصورة الرسمية ليهم أول ما وصلوا الأرض الفراعنة. تعليقات إعجاب كبيرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي من معجبات مصريات أول ما هبطت تتصور منتخبنا التونسي بالكوستيم الكحلة والكرافات الروج، عبروا من خلالها على وقوعهم في حب نسورنا التوانسة. ومن بين التعليقات هذه واحدة كتبت اللي تونس عمرها ما صدرت حاجة خايبة لمصر، واللي ديما تفاجئهم ببسبوسة من نوع جديد. واحدة أخرى كتبت اللي هي تحب تونس برشا، والأيامات هذه زادت حبتها أكثر. وجت واحدة أخرى حتمت قلوب بنات بلادها وعلقت وقالت اللي أغلب اللاعبين التوانسة معرسين، وأشرب ميرندا وفكها شوية وانسى. التعليقات الحماسية مشيت أبعد من هكا، ووصلت بها الحال تقول هيا مع بعضنا نشجعوا نسور قرطاج وننساو منتخب مصر. الحكاية هذه تجسدت زادة بعد ما هبط خبر اللي برشا من المصريات قصوا الماتش تونس ضد أنغولا جوست باش يتفرجوا على الفرجاني الساسي أسر قلوب المصريات، واللي يلعب في بطولة بلادهم مع نادي الزمالك المصري، واللي الكلهم باش يكونوا تحت راية تونس على خاطره. الحكاية هذه مش جديدة في مصر، والتوانسة ديما متشرفين، خاطر أغلب الممثلين الكبار في مصر التوانسة كما هند صبري ودرة زروق، ظافر العابدين وأسمى بن أحمد، واللي سبقوا عملوا ضجة كبيرة بزينهم وبأدائهم. المنتخب لازم يشوف بهذا الكل ويحقق نتيجة إيجابية في الكان، خاطر وراه أكثر من 12 مليون